بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان. عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. ولكن في البداية لو مش مشترك في القناة فأكيد يسعدنا انضمامك واشتراكك لنا، وعايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. حلقة مهمة جدا جدا هنتابع فيها آخر التطورات اللي بتحدث داخل نادينا الملكي نادي الزمالك. ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده، وهبدأ معاك من عند تدريبات نادي الزمالك. خلاص يعني نادي الزمالك اختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المقاولون العرب القادمة غدا بإذن الله السبت. وكمان يعني نادي الزمالك هينتظم اليوم في معسكر مغلق استعدادا للمباراة زي ما قلت لحضراتكم. خلاص نادي الزمالك جهز تدريباته وكل حاجة، وجهز يعني المجموعة بتاعته وحشد اللاعبين للقضاء على المقاولون العرب بالمعنى البلدي كده. بإذن الله الفوز يكون لصالح نادينا الملكي نادي الزمالك. كمان يعني خلينا نتكلم معاك في أمر تاني مهم جدا، ألا وهو أن نادي الزمالك أعلن خلاص تسوية مستحقات المدير الفني البرتغالي السابق لنادي الزمالك جوزيه جوميز دون مشاكل. يعني طبعا تحية كبيرة لجون ادوارد اللي خلص نادي الزمالك من أزمة كبيرة، تحية كبيرة لجون ادوارد اللي خلص نادي الزمالك من أزمة كبيرة، ولكن بأبسط يعني الحلول كده زي ما بيقال، هو ده السهل الممتنع. يعني جون ادوارد يعني أنا مش انا اللي اقول لك انجازات جون ادوارد حتى الان مع الزمالك، ولسه في انجازات تانية هقول لك عليها برضو في الحلقة. فيعني نادي الزمالك عمل حل المشكلة والازمة بدون اي مشاكل. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبة لي تشكيل نادي الزمالك اليوم أمام المقاولون العرب. الراجل يعني خلاص استقر على التشكيل الأمثل لنادي الزمالك أمام المقاولون العرب. التشكيل بيضم في حراسة المرمى محمد صبحي، في خط الدفاع عمر جابر ومحمود بنتاي كظهيرين، وقلبي دفاع محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد. في خط الوسط هيكون محمد شحاتة وعبد الله السعيد المتألق، كمان يعني هيكون أمامهم ناصر ماهر. في الجناحين إما في الجناح الأيمن هيكون معالي والفينا خوان الفينا بنسبة 50-50. الجناح الايسر محجوز كده كده لشيكو بنزا، ومهاجم صريح لنادي الزمالك خبر مفرح هيكون عدي الدباغ. يعني اليوم هنشوفوا يعني صفقة مهمة لنادي الزمالك تم عقدها، ولكن ما شفناش اداء اللاعب بالتيشيرت الابيض. اليوم غدا باذن الله هنشوف يعني عدي الدباغ لاول مرة بالتيشيرت الابيض امام المقاولون العرب. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبة لي كارلوس كيروش وعودته لمنتخب مصر، واقول لك ان الكابتن حسام حسن استقر على يعني ضم 5 نجوم من القطبين. الكابتن حسام حسن يعني عنده مهمة كبيرة جدا جدا في نهاية العام الجاري في الأمم الأفريقية في المغرب. طبعا بكل تأكيد بطولة مهمة لمنتخب مصر. منتخب مصر يعني بيدخل أي بطولة المفروض إفريقية تكون يعني واحد من أبرز المرشحين، إن كان هو أبرز المرشحين أصلا، لان طبعا البطوله غايبه من منتخب مصر من 2010 يعني 15 سنه. الاتحاد المصري لكره القدم يعني جاء بحسام حسن من سنة تقريبا لإنقاذ المنتخب، لكن الراجل يعني ما نقدرش نقول حتى الآن إنه تجربته ناجحة مع المنتخب، لأنه ما احتكش بمحافل عالمية أو ما احتكش بالأمم الأفريقية وحتى كأس العالم. لا هي كلها مباريات تصفيات، والراجل برضو نجح إنه يفوز في أغلب المباريات أو معظم المباريات. كمان يعني خلينا نقول لك إن المتوقع إن الكابتن حسام حسن في اي وقت هيمشي من المنتخب. ليه يا باشا؟ وهقول لك مين بديله. بديله طبعا في اي وقت الكابتن حسام حسن هيمشي هيكون بديله كارلوس كيروش. خليني اقول لك قبل ما اقول لك الخبر ده، النجوم اللي اختارها الكابتن حسام حسن للانضمام للمنتخب مصر: ناصر ماهر المتألق، ومحمد شحاتة كذلك، ياسين مرع نجم دفاع الاهلي. وكمان الراجل طلب من المسؤولين في النادي الاهلي انهم يعملوا مبادله في حراسه المرمى ما بين الشناوي ومصطفى شوبير عشان الراجل يختار اللعيبه ويضمهم معاه لمنتخب مصر. كمان خليني اقول لك ان الكابتن حسام حسن طلب ضم امام عاشور ومروان عطيه بعد تعافيهم من الاصابه. طب ايه موضوع عوده كارلوس كيروش لمنتخب مصر؟ خليني اقول ان الاتحاد المصري لكره القدم حال خروج المنتخب من دور المجموعات، او يعني في اول المباريات منتخب مصر طلع من دور المجموعات زحزحه كده. يعني كان ايه؟ كان منتخب خدمك في النتيجه بتاعته، انت خدمك
فكده التوأم هيتم ازالتهم من منتخب مصر. خليني اقول لك كمان ان في احتمال بعد المعسكر او بعد المباريتين القادمتين لمنتخب مصر في التصفيات المؤهله لكاس العالم يتم اقاله الكابتن حسام حسن، لان في عدم رضا بشكل كامل على اداء المنتخب مع الكابتن حسام حسن. انت بتتكلم على يعني في مباراه انا مش فاكر قدام مين، ولكن المباراه دي كانت على ارضنا واحنا اصلا بنرجع ندافع سيراليون تقريبا. فطبعا في عدم رضا كامل على اداء المنتخب مع الكابتن حسام حسن، وبالتالي الراجل هيرحل بعد يعني المعسكر القادم باذن الله. خليني اقول لك ان في صفقة اجنبية من العيار الثقيل لنادي الزمالك تقترب في يناير. الصفقة دي في مركز مهم جدا جدا، ونادي الزمالك محتاج المركز ده بشكل كامل. وجون ادوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك حاليا في تواصل مع اللاعب ده عشان يشوف طلباته المالية وطلبات وكيله وايه المطلوب ان الزمالك يحصل على خدمات اللاعب. الصفقة لو تمت تبقى اضافة قوية جدا جدا لنادي الزمالك ومفيدة في المركز ده. المركز والصفقة مش هنقدر نقول على اسمهم او حتى نقول اللاعب جنسيته ايه، نظرا لان المصادر يعني في الايام اللي هي قبل الميركاتو كده بتكون في تكتم شديد على الصفقات، لان الناس عايزة تشتغل في سكات تام، الناس عايزة تشتغل يعني شغل عالي الجودة، تخلص الصفقة وبعد كده يتم الاعلان عشان ما يبقاش في مشاكل والصفقة تبوظ على نادي الزمالك. فكل التوفيق للملكي في مباراته القادمة امام المقاولون العرب، وكمان كل التوفيق لجون ادوارد عبد الرحمن اسماعيل والمجموعة اللي شغالة على صفقات نادي الزمالك في يناير. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.